اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، ازيكم يا ابطال الرحلة؟ النهاردة عندنا مشروع جميل جدا هنطبق فيه وهنتعلم فيه حاجات مهمة جدا في لغة بايثون، وهنطبق فيه كل المفاهيم الأساسية اللي أخدناها المحاضرات اللي فاتت. هنعمل مشروع التاسك مانجر، من خلاله هنقدر ان احنا نضيف مهمة، نعلم على المهمة دي لو تمت، نقدر نمسح المهمة ودي هخليها لكم انتوا اللي تعملوها، ونشوف المهمات كلها، ونقدر ان احنا نقفل البرنامج بتاعنا بالوايل لوب لما نحب. المشروع دوت هنراجع بيه كل الاساسيات اللي اتعلمناها في لغة بايثون، وهنتعلم فيه الكلين كود. عايزك تعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا حضر فنجان القهوة بتاعك وافتح VS كود وليتس كرييت ثينكس. في البداية هنعمل ليست فاضية هنسميها تاسكس، عشان دي اللي هنضيف فيها المهمات. بعد كده هنبدأ أول حاجة هنعمل عندنا المنيو دوت هبتدي ان انا اطبع للمستخدم ان هو في برنامج التاسك مانجر، وهقول له ان هو يقدر ان هو يختار ان هو يضيف تاسك، او ان هو يشوف التاسكس، او ان هو يعمل مارك على المهمة ديت لو تمت، وان هو يقدر يطلع من اللوب او من البرنامج. فهنعمل ديف وهنخليها منيو او شو منيو، وهتكون عبارة عن كلها print. ممكن مثلا هنا نعمل دي ونقول له هنا التاسك. جميل. في طريقة للطباعة اقدر ان انا اطبع اكتر من سطر بدل ما انا افضل اعمل اكتر من print. ففي طريقة اقدر ان انا اطبع اكتر من سطر في نفس البرنت، ودي بستخدم لها 3 دبل كوتيشن و3 دبل كوتيشن وما بينهم الكلام، او 3 سنجل كوتيشن و3 سنجل كوتيشن، يعني بنكون عاملين التوتال 6، وبتيجي في النص وتعمل انتر وبتبتدي تكتب الكلام اللي انت عايزه. هنبتدي نضيف هنا، هنقول له اول حاجة add task، تاني حاجة هقولها له show tasks، تالت حاجة هقولها له mark task as complete او as done، ورابع حاجة اقولها له ان هو يعمل exit. كده انا لو عملت هنا، لو جيت استدعيت الفانكشن دي اللي هي show menu وجيت شغلتها، هيبتدي يطبع لي هنا التاسك مانجر والسطور اللي انا عملتها في print واحدة بس. طيب دي كده اول فانكشن اللي هتكون فيها المنيو اللي هيشوفه المستخدم. طيب تعالوا نعمل تاني فانكشن واللي هي بتعمل add task. نعمل الفانكشن واسميها add task، وهبتدي ان انا اخد التاسك دي من المستخدم، وهقول له هنا الانبوت، وهبتدي اقول له هنا add، او هقول له enter task. كويس جدا. بعد ما اخد منه التاسك هبتدي ان انا اضيفها في الليست الفاضية اللي انا عاملها اسمها تاسكس، بس هنستخدم الديكشناري. يعني انا هقول له هنا عندك ليست اسمها تاسكس، هتبتدي ان انت تعمل append. طيب هتضيف ايه؟ انا عايزه يضيف ديكشناري. طيب الديكشناري ده هنضيف فيه ايه؟ اول حاجة هنسميها مثلا الديسكريبشن. مننساش ان احنا نخلي الكي اللي هو الديسكريبشن يكون string، وهبتدي ان انا اعمل الكولون واحط الفاليو. طيب الفاليو هتكون ايه؟ هتكون التاسك اللي هو المستخدم هيدخلها. طيب ايه بقى الفاليو التانية اللي انا محتاجها في الديكشناري؟ هتكون عبارة عن هي done ولا لا. الفاليو بتاعت الكي ده هتكون ايه؟ اللي هو done هتكون عبارة عن true او false، وفي الحالة دي هتكون false. طيب ليه انا عملت ديكشناري؟ الديكشناري هيخليني اقدر ان انا في التاسكس دلوقتي هيبتدي ان هو الشكل اللي ورا الكواليس هيكون عبارة عن الليست جواها الديكشناري، وهيكون مثلا معمول دلوقتي الديسكريبشن. جميل. ومحطوط هنا التاسك معينة مثلا وليكن هنقول read. طيب بعد كده هتكون الشكل التاني او الكي التانية عبارة عن هي اكتملت ولا لا، واحط الكولون. طب هنا بقى الترو او الفولس بتعبر هل المهمة دي تمت ولا لا. فلو هي لو ترو فهتكون تمت، طب لو هي فولس فهتكون ما تمتش. ده هيكون الشكل اللي ورا الكواليس اللي في الليست. طيب احنا بقى مخليينها ليه الدان فولس؟ لانه اول ما يدخل المهمة ونضيفها كديكشناري في الليست هو اصلا هيكون لسه ما تمتش، فاحنا هنخليها ديفولت ان هي تكون معمولة فولس، ولما نيجي نغيرها في المارك تاسك از دون فساعتها هنحولها لترو. طيب واخر حاجة هنا هعمل له print وهقول له ان التاسك added. كده احنا خلصنا الفانكشن التانية اللي هي بتعمل add a task. طيب كويس جدا. تعالوا بقى ونركز في الشو تاسكس.
الفانكشن اللي هتخليني ان انا اشوف التاسكس بتاعتي. هعمل فانكشن وهسميها الشو تاسكس، وهبتدي اول حاجة ان انا عايز اعرف هل اصلا في تاسكس في الليست بتاعتي ولا لا. ممكن يكون هو يختار من المنيو رقم 2 وهو اصلا مفيش تاسكس، فانا عايز اعمل فاليديشن، عايز اعمل الاف ستيتمنت واشوف هل في اصلا تاسكس ولا لا. فبالتالي بكل بساطة هعملها واقول له if not tasks. طيب السطر دوت معناه ايه، او الفاليديشن ده معناه ايه؟ انا بقول له لو قلت له if not tasks ده معناه ان انت بتديله فاليديشن يتحقق هل الليست دي جواها قيم ولا لا، فهيطلع لك يا true يا false. فبالتالي لو لقى ان التاسكس او الليست دي ما فيهاش اي تاسك جوه، فبالتالي هنخليه ان هو يعمل return، يطبع له جملة no tasks yet، وبعد كده هيعمل return فيطلع من الفانكشن، لان احنا مش هنطبع اي حاجة. طيب فهنطبع له هنا البرنت اللي بتقول no tasks yet، وهبتدي ان انا اعمل له return عشان يبتدي يطلع من الفانكشن دي ويرجع للوب تاني زي ما هنشوف ونكمل. دي كده احنا لسه في الشو تاسكس. احنا اول حاجة اتحققنا منها هل في اصلا تاسكس هو دخلها عشان نظهرها ونوريها له ولا لا. طيب احنا لسه مكملين في الشو تاسكس، وهنبتدي ان احنا لو هو تعدى الفاليديشن ده فبالتالي هيجيب الباقي، فهكون انا ساعتها هعمل له print لو هو ما طلعش من الريتيرن من البرنامج او من الفانكشن، فهكون انا عامل له print وهقول له فيها ان دي التاسك ليست بتاعتك. طيب انا عشان بقى اجيب التاسكس دي هعمل ايه؟ هعمل طبعا فور لوب زي ما اتعلمنا. طيب الفور لوب المرة دي هتكون بطريقة مختلفة شوية، هنستخدم فانكشن اسمها enumerate. الفانكشن دي بتخليني ان انا اقدر ارقم العناصر بتاعتي. طيب ده نعمله ازاي؟ هنعمل for I، بعد كده هناخد كوما وهنكتب task. طيب بعد كده هنقول له ايه؟ enumerate. بعد كده نفتح الاقواس بتاعتها. اول حاجة انا عايزه ان هو يبتدي ايه العناصر اللي هيلف عليها وايه العناصر اللي هيعمل عليها لوب، اللي هي الليست اللي هي اسمها tasks. طيب هيبتدي اعدي من ايه؟ هيبتدي اعدي من رقم 1. تعال افهمك الجزئية دي بشكل بسيط. انا بقول له هنا for I وتاسك ان enumerate التاسكس ورقم 1. الاي هنا بياخد الارقام او بيعمل لوب على الارقام، ان انا مديله هنا ان هو يبدأ من رقم 1. وهنا التاسك دي كل ما تلف بتاخد تاسك اللي عليها الدور في اللوب من الليست اللي اسمها تاسكس. طيب كويس جدا. انا بقى عايز اعمل هنا متغير هسميه status مثلا، واشوف هل التاسك دي هل هي done or not. طيب انا عشان اعمل كده فانا محتاج استخدم if. طيب الطبيعي ان انا مثلا هقول له if واحط الشرط بتاعي، بعد كده اقول له print مثلا اطبع لي ان هي done، او اقول له بعديها else واقول له لو التاسك دي مش done او التاسك دي تعتبر false فهقول له ان هي not done ويحفظ لي القيمة بتاعته في الستاتس. طيب انا جاي لك باختصار جميل جدا يكون كلين للاف ستيتمنت لو هي عبارة عن if وelse بس. طيب هتكون ازاي؟ انا عايزك تقراها معايا كالتالي. تعالى نعمل الاول الستاتس. طيب المتغير اللي اسمه status ده هيكون عبارة عن القيمة بتاعت هل التاسك دي true او false done or not done. طيب كويس جدا. انا بقى عايز ان انا اعمل if و else، بس انا عندي اختصار في لغة بايثون جميل جدا عايزين نتعلمه سوا. اولا كده انا هحط له اول حاجة القيمة اللي انا عايزها تتحقق، فانا هقول له اول حاجة ان انا عايز done، ان هو يكون الستاتس ده القيمة بتاعته done امتى؟ if التاسك. جميل. بعد كده هنخش على مين؟ هنخش على الدن اللي هو هنخش على التاسك اللي هي دي. جميل. بعد كده هنخش على الديكشناري واقول له هات لي منها ايه؟ الدن، شوف هل هي فولس ولا ترو. جميل. طيب بعد ما يشوفها لي انا عايزه يطبع لي ان هي دن if التاسك دن دي مالها؟ ساعتها هتكون ترو. يعني لو هي ترو هيطبع لي done امتى؟ لما يجي يتحقق ويشوف الاف تاسك done اللي هو هنا true او false. لو هي true انا دلوقتي لما اقول له if task فانا كده بقول له شوفها لي true او false، بس دي معناها ان انا عايزها true، فانا بقول له لو لقيتها true فبالتالي انا عايزك تطبع لي done. انما لو قلت له if not tasks شبه دي، او قلت له هنا if not task، فبالتالي انا بقول له ان انا عايزها تكون false شبه ما عملتها هنا. لو طلع ساعتها false فده معناه ان الليست بتاعتي
ما فيهاش اي عناصر، فانا هقول له ساعتها ان ما فيش حاجه تتطبع. حلو. فهنا نفس الفكره، بس انا بقول له عايزك تطبع لي او المتغير اللي اسمه ستاتس جواه القيمه بتاعته done لو التاسك هي عباره عن واخده القيمه اللي هي true. اتمنى تكون دي واضحه معاك. طيب انا قلت له دلوقتي عايز القيمه تكون done في المتغير اللي اسمه ستاتس لو التاسك دي عباره عن true. طيب اكمل ازاي بقى؟ else بتتكتب ازاي؟ هقول له هنا else من غير طبعا ولا كولون ولا اي حاجه، اقول له عايزك تطبع لي ان هي not done. دي الطريقه او الاختصار بتاع الاف ستيتمنت لو هي عباره عن اف والس. بس عايزك تقراها كده، انا عايزك تطبع لي او القيمه. انت ممكن ساعتها تعمل هنا print على طول فيطبع على طول القيمه دي، بس احنا عشان حافظينها في متغير، فانا بقول له دلوقتي المتغير ده عايزك تحفظ لي فيه قيمه. ايه بقى القيمه؟ تكون done لو التاسك بعد كده تخش لي على الديكشناري ده لو هي true، else عايزك تطبع لي not done. اتمنى تكون سهله وبسيطه معاك، والاختصار دوت يسهل عليك الدنيا اكتر. بعد كده هاجي اعمل print هنا ليه بقى التاسك ليست دي اللي هتطبع للمستخدم. فاجي هعمل هنا الفورمات بتاعتي، وهقول له ان انت عايزك تطبع لي الاول الترقيم. فهبتدي مين اللي واخد الترقيم، مين اللي حافظ جوه الترقيم؟ الاي. طيب انا عايزك تحفظ لي الترقيم، وتعالى نحط نقطه على اساس يكون الرقم بعديه النقطه. بعد كده انا عايز يطبع لي التاسك ذات نفسها. طيب مين حاليا اللي واخد التاسك او هو اللي متحكم في التاسك؟ المتغير اللي اسمه تاسك اللي هنا. فهبتدي ان انا اكتب تاسك. طيب التاسك دي لما تكون موجوده، لما كنت بقول لك تخيل ان هي ورا الكواليس، لما كنا حاطين هنا ان دوت عباره عن ديكشناري، فمكتوب اول حاجه التاسك، تاني حاجه مكتوب ايه؟ هل هي true او false. التاسك ده دلوقتي عباره عن ديكشناري، فانا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج الديسكريبشن اللي انا كنت عامله هنا، اللي هو هيكون جواه مين؟ التاسك اللي هو مدخلها المستخدم. اتمنى تكون دي واضحه معاك، لو مش واضحه ارجع جيب الشرح ده من اوله تاني وهتفهمها. فانا هبتدي ان انا اجيله هنا واقول له هات لي الديسكريبشن. طيب كويس جدا. تاني حاجه المفروض اطبعها ايه؟ عايز اطبع له الستاتس بقى اللي احنا عملناها. فابتدي اقول له هنا حط لي الستاتس. هيجي يقول له هنا هي done or not done على حسب الاف ستيتمنت. كده اكون خلصت الشو تاسكس. كده احنا خدنا حاجات جديدة زي الانيوميريت وزي الاختصار بتاع الاف ستيتمنت دي. تعال ننقل لجزئية جديدة وهي المارك تاسك as done او as completed. هبتدي اول حاجة ان انا هعمل الفانكشن بتاعتي، وهقول له مثلا هنا المارك as done. جميل. طيب ايه اول حاجة محتاج ان انا اعملها عشان المارك as done دي ابتدي اشتغل عليها؟ محتاج اول حاجة ان انا اوري له اصلا التاسكس اللي عنده عشان يبتدي ان هو ياخد منها، او يبتدي ان هو يشوف ويقول لي انهي واحدة اللي هو عايز يعمل عليها مارك as done. فهبتدي ان انا هنادي على الفانكشن اللي اسمها show tasks. فهاجي هنا هكتب show tasks، هنديله على الفانكشن دي عشان يبتدي يشوف الدنيا. وبعديها هعمل نفس الاف ستيتمنت اللي هنا عشان اشوف اصلا هل التاسكس دي فيها حاجه اصلا يعمل لها مارك از كومبليت ولا لا. لان لو مفيش فاحنا مش محتاجين ان احنا نخش، او هيطبع له التاسكس دي عباره عن امتي، مفيش اي حاجه. فاحنا لازم نتحقق عشان نعرف نمشي المشروع بتاعنا بالظبط. طيب فهقول له هنا if not tasks. جميل. فاقول له ساعتها return، وممكن ان انا اطبع له نفس المسج دي واقول له no tasks yet. خدها كده copy حطها هنا paste. كويس جدا. نطلع من الاف ستيتمنت دي ونكمل. طيب انا هحتاج منه ايه عشان ان هو يبتدي يحدد التاسك اللي هو عايز يخليها done؟ لو انا كنت عامل ان هو يرقم بالانيوميريت. جميل. فانا كده عندي الرقم، يعني اقدر ان انا كل مهمة ليها رقم، فبالتالي اقدر اخد منه الرقم بتاع المهمة دي، وساعتها استغله ان احنا نخليها true، فساعتها هتكون done، واقدر ان انا اخليها اسيبها false زي ما هي، ما اجيش جنبها. فانا محتاج ان انا اخد منه مثلا التاسك num، رقم التاسك دي، وهحولها طبعا لانت لان انا محتاجها رقم، لان الانيوميريت هيخليها رقم. بعد كده هاخد منه الانبوت واجي اقول له مثلا enter the number of the task you complete، او ممكن اقول له completed. كويس جدا. كده انا هاخد منه الرقم بتاع التاسك دي عشان يقدر ان هو اقدر ان انا اتحكم بقى في التاسك دي واخليها في الحته بتاعت الاد تاسك هنا، اخليها
true بدل ما هي false by default. طيب كويس جدا. انا دلوقتي محتاج اتحقق من حاجة مهمة عشان ما يدخليش رقم مثلا بالسالب او يدخل لي رقم تاسك هو مش موجود. لو هو مثلا مدخل 5 تاسكس وانا هو جه عشان يعمل التاسك دي as done فمدخل لي مثلا ان هي المهمة السبعة، هو اصلا 5 مهام بس. فساعتها احنا عايزين نتحقق هل هو ما بين الواحد وما بين عدد المهام اصلا اللي هو موجودة في الليست بتاعتي. طيب دي طبعا خدناها كتير، فهبتدي ان انا هقول له if ما بين الواحد، لان العدد عندي بيبدأ من واحد في الانيوميريت، فهبتيجي اقول له ان الواحد تكون اصغر من او تساوي التاسك نم. حلو. وما بين ايه تاني؟ وما بين تكون اصغر من او تساوي اللين بتاع مين؟ بتاع عدد التاسكس. اتمنى تكون واضحه معاك، مفيهاش طبعا اي مشكله، اشتغلنا عليها كتير جدا في المحاضرات اللي فاتت. طيب لو بقى العدد دوت ما بين ده وده، طيب انا ساعتها عايز اعمل ايه؟ انا عايز بقى احولها له ان هي تكون as completed. انا عايز اخلي الفولس دي تكون ساعتها true. فساعتها اقول له خش لي على الليست اللي اسمها تاسكس. بعد ما تخش لي على الليست اللي اسمها تاسكس، انا عايزك تبتدي تخش بقى على الاندكس بتاع المهمه دي. طيب اجيبها منين؟ هجيبها من التاسك نم. طيب حد يجي يقول لي دلوقتي الاندكس بيبدا من الصفر، والمستخدم هو مش عارف اصلا ان الاندكس بيبدا من الصفر، فانا هنا عندي مشكله. فاجي اقول له بكل بساطه حليناها المحاضرات اللي فاتت ان احنا هننقص واحد. فساعتها هاجي اقول له هنا التاسك نم دي ناقص واحد، لان الاندكس او العد في الاندكس هيبدأ من صفر. فلما يجي المستخدم يدخل المهمة الخامسة فساعتها هتكون في العد اصلا في البرمجة هتكون هي 4 او الاندكس الرابع. فبالتالي انا بقول هنا في الاندكس ان حط لي رقم 5 ناقص 1، ففعلا هيجيب لي التاسك اللي انا فعلا محتاجها. انما لو ما حطيتش الواحد فهيجيب لي تاسك مختلفة تماما. طيب انا كده دخلت على ايه؟ انا دخلت كده على الديكشناري اللي انا عامله. كل مرة هرجع لك لنفس الحتة واقول لك تخيل ان دي ديكشناري، مش لازم تتخيل، هي موجودة. هنخش ساعتها على الديكشناري بقى اللي احنا فعلا عايزينها، اللي فيها التاسك واللي فيها الدان عاملينها فولس او ترو. فانا كده بالرقم ده او بالاندكس انا دخلت على الديكشناري، بس انا ما دخلتش على الكي اللي اسمه دان. طيب اخش عليه ازاي؟ ابتدي ان انا اعمل الاندكس تاني، وساعتها بقى هقول له ايه؟ خش لي على دان. طيب بعد ما اخش عليها هقول له يساوي ترو. انا عايزك تحول لي الفولس دي، ساعتها انا عايزها تكون ترو. فبالتالي لما يجي ان هو هنا في الستاتس يجي نعيد تاني، فهيقول له اطبعها لي done if task done ديت تكون مالها true. جميل. طيب انا عايزك تتخيل الحته دي عشان لو ايه هي مش واضحه معاك، انا عايزك تتخيلها معايا ان انا بقول له equal true، هو نفس الشيء، بس عشان هو بايثون فهماها ان دي كده كده لما اكتبها بالطريقه دي معناها equal true، فاحنا مش بنكتبها. طيب فانا كده هنا عملت المارك as done. بعد كده انا عايز اطبع له بقى، اقول له هنا print. احنا كل دوت في الحاله بتاعت ان الرقم مناسب او الرقم ما بين واحد لعدد التاسكس بتاعته. طيب انا عايز اطبع له بقى واقول له ان التاسك دي، اقول له هنا marked as done. طيب انا عندي هنا للاف دي else. ايه الالس؟ ان انا اقول له invalid task number. هو كده معناه ان هو يدخل رقم قبل الواحد، يدخل صفر، يدخل بالسالب، يدخل عدد مش موجود اصلا في التاسكس. هاجي اقول له هنا else، وهبتدي ان انا اعمل له print، واجي اقول له invalid. جميل. task number. كده كويس جدا، واحنا كده خلصنا كل الفانكشن الاساسيه اللي احنا محتاجينها، الاد تاسك والشو تاسكس والمارك از done. طيب نيجي بقى اللي هيشغل الكود، المين لوب. ودي طبعا هنكون مشغلينها بالوايل لوب عشان نقدر ان احنا يكون البرنامج بتاعنا شغال ونقفله وقت ما احنا نحب. هنبتدي ان احنا نعمل الوايل لوب، وهاجي اقول له هنا الوايل true زي ما عملنا في المحاضرات السابقه في التطبيق بتاعنا. اول حاجه المفروض اعملها في الوايل true ايه؟ لما البرنامج يشتغل المفروض المين لوب هنا او الوايل true دي هي اللي هتشغل البرنامج بتاعي. طيب ايه اول حاجه المفروض ان هي تظهر؟ طبعا الشو منيو، عشان يبتدي ان هو يظهر له بقى ان ده التاسك مانجر ودي ايه الحاجات اللي احنا نقدر نقدمها لك. فانا كده محتاج ان انا اعمل استدعاء او كول للشو منيو دي، كده اول حاجه. طيب تاني حاجه ايه؟ بعد ما تظهر له المسج دي انا محتاج ان هو يختار، فهعمل متغير مثلا هسميه choice. طيب ومش هاخدها منه int لان انا طابع هنا الحاجات كلها string، فهسيب الانبوت زي ما هو، مش هحوله لانتجر.
بعد كده اقول له هنا choose a number جميل from 1. ممكن مثلا اقول له from the menu مثلا اسهل، واستنى ان هو يدخل لي رقم. طيب ايه بقى المرحله الجايه؟ وهي ان انا اعمل validation، اشوف ايه اللي دخله. طيب احنا هنكون if والf 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 وإلس. تعالى نبدأ بالإلس آخر حاجة عشان نخلص منها. فتعالى مثلا هنا نعمل الإف ونقول مثلا لو التشويس ايكوال ما تنساش طبعا تخليه string ونخليه هنا 1. نعمل هنا بس. تعالى نعمل الإلس عشان نخلص منها. طيب الإلس هتكون عبارة عن ايه؟ الإلس هتكون عبارة احنا بنعمل فاليديشن على التشويس بتاعه، هو هيدخل انهي رقم، فانا دلوقتي هعمل تحقق على الارقام اللي عندي. طيب الإلس هتكون لو هو ما دخلش رقم من اصلا اللي موجودين، فساعتها هنا هعمل له print وساعتها هقول له invalid number، هقول له invalid choice، ممكن اقول له مثلا try again. جميل كده انا خلصت الإلس بتاعتي. طيب تعالى نكمل بقى في اول if، واللي هي لو اختار رقم 1. بكل بساطة هقول له ان انت تعمل كل للاد تاسك. مش دي اول حاجة عندي الاد تاسك، اول ما هو يختار رقم 1 هنا فبالتالي هننادي على الاد تاسك، فيبتدي ان هو هيطلب منه التاسك، هيبتدي ان هو يضيف التاسك دي بالليست، وهيطبع له ان التاسك دي اتضافت. طيب الف نفس الموضوع بقى، الف اللي تشويس ايكوال 2، فانا ساعتها هقول له ايه؟ انا عايزك تنادي لي على الشو تاسكس بس كده. بعد كده الف اللي بعديها هقول له لو التشويس ايكوال 3، ساعتها هكون محتاج انادي على مين؟ على المارك از دون، فاضل لي رقم 4، واقول له هنا الف هتكون لو التشويس بتاعه جميل ايكوال 4. حد يقول لي احنا ما عملناش اصلا فانكشن تخليه ان هو يطلع من اللوب. احنا نقدر ان احنا هنيجي نعمل له هنا ساعتها print بكل بساطه، واجي اقول له مثلا هنا exit جميل the program. طيب هيطلع ازاي بقى؟ بكل بساطه احنا في لوب، في وايل لوب، فساعتها هقول له break، اكسر اللوب دي او اخرج من اللوب. تعالوا نعمل المحاذاه دي ونظبطها. فانا كده الكود شغال معايا تمام جدا. قبل ما نجرب الكود بتاعنا، انا دلوقتي قلت لك في البداية ان احنا عايزين نضيف فيتشر كمان، واللي هي تكون بتمسح اصلا تاسك معينة، ودي اللي انا سايبها لك في الهوم وورك، وعايزك ان انت تطبق وتشتغل بايدك، وعايزك كمان ان انت تتفرج على الفيديو وتفهم كل التفاصيل بتاعته وتاخد منه الافكار، وضيف كمان فيتشرز، وعايزك ان انت تعمل الكود دوت بايدك من الاول وتتعلم صح. احنا استخدمنا هنا الكلين كود، ان احنا عملنا لكل حاجة فانكشن، ده كده كلين كود. استخدمنا كل الاساسيات بتاعت لغة بايثون اللي اتعلمناها المحاضرات اللي فاتت، شبه الفاريبلز، شبه الاف ستيتمنت، شبه اللوبس، اذا كان الفور ان رينج او الوايل لوب، واستخدمنا كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها. محتاجين دلوقتي ان احنا نشغل البرنامج بتاعنا. اول ما نيجي نشغله فهيجي بالتالي هنا هيجي يقول لي التاسك مانجر واد تاسك وشو تاسكس والمارك تاسك از دون والاكزit. تعالى اول حاجه نقول له مثلا هنا رقم 2، فيقول لي نو تاسكس يت، وهيبتدي ان هو الوايل لوب شغاله، هيرجع تاني ينادي لي على الفانكشن اللي اسمها شو منيو. فهبتدي ان انا مثلا اقول له رقم 3 مارك از كومبليت، مارك تاسك از كومبليت، فيبتدي برضو يقول لي نو تاسكس يت، فهرجع اعيد من الاول تاني. طيب هاجي اقول له بقى هنا تعالى نمسح الاول، اقول له هنا 4 عشان اطلع، وهمسح CLS، وعايز اشغل الكود من الاول، واقول له هنا رقم 1، فقال لي enter a task. هقول له مثلا هنا read a book جميل. بعد كده قال لي task added تمام. طيب هقول له كمان تعالى نضيف كمان مهمة، هقول له مثلا watch a movie جميل، فراح قال لي task added كويس جدا. طيب عندنا دلوقتي نعمل شو للتاسكس ونشوف ايه اللي هيظهر لنا. قال لي دلوقتي التاسك ليست بتاعتك read book ودي not done، وقال لي watch a movie ودي برضو not done. طيب انا دلوقتي قرأت الكتاب بتاعي، فانا عايز اماركت ليها ان هي as done، فاختار رقم 3. فساعتها هيقول لي مين؟ هيقول لي choose a number from the menu، انا اسف هيقول لي enter the number of the task you completed، فانا هقول له مثلا ان انا قرأت خلاص الكتاب، فهقول له رقم 1، فيقول لي التاسك marked as done. طب تعالى نرجع بقى ونشوف الشو هل اتغيرت ولا لا. هاجي هنا عند read a book هيقول لي فعلا done، والwatch a movie هيقول لي not done. تمام كده البرنامج شغال معايا تمام وكويس جدا. انا عايزك تعمل الفيتشر اللي هي بتاعت ان هو يمسح اصلا التاسك دي كلها،
وكمان تقدر ان انت تحط شوية ايكونز او ان انت تحط يعني ايموجيز، بيكون الموضوع احسن كتير. اخر حاجة بنعملها ان احنا نعمل اكزit والبتاع مش شغال. تعالوا نجرب اخر مرة ان احنا نختار رقم مثلا يكون 8، فيبتدي ان يقول لي invalid choice try again. جميل. تعالوا برضو نجرب ان احنا بعد ما نضيف تاسك هقول له مثلا هنا read a book، وهضيف كمان الواتش. عايزين نجرب ايه؟ عايزين نجرب لما اقول له المارك تاسك از completed، هبتدي ان انا اختار 3. فهو دلوقتي انا عندي رقم 1 و2، لو واخد بالك الانيوميريت هنا محدد لي 1 و2 اهو، مرقمهم لي. جميل. بنفس الطريقه بتاعت الفور الاي تاسك ان انيوميريت. طيب انا دلوقتي عايز اكتب له رقم اصلا مش موجود، ولا 1 ولا 2، هقول له 6 مثلا، فهيجي بيقول لي هنا invalid task number، وهيرجع طبعا اللوب شغاله تاني. وهقول له اخر حاجه هنا exit the program. ده كده المشروع بتاعنا التاسك مانجر، وده كده اللي كان عندنا النهارده. ده تطبيق عملي طبقنا على كل المفاهيم الاساسيه اللي اتعلمناها الفتره اللي فاتت. طيب احنا ايه الجديد اللي احنا هنتعلمه الفترة اللي جاية؟ هنبتدي ان احنا ان شاء الله الفترة اللي جاية هنتعلم الهاندلنج فايلز والهاندلنج ايرور. ده الفترة اللي جاية. بعد ما نخلص الاتنين دول هنبتدي نشتغل على OOP. هتكون سهلة طبعا وبسيطة، وهنتعلم حاجات اكتر بكتير. وهنبتدي كمان ان احنا نعمل جزء مخصص في بلاي ليست هنتكلم فيها عن ازاي نعمل واجهة للمستخدم، وان احنا نستخدم مكتبات شبه تكنتر مثلا. لو وصلت معايا لنهاية المحاضرة فشكرا لاستماعك للمحاضرة، يا رب اتمنى تكون استفدت. لحد هنا تكون محاضرتي خلصت. دمتم على خير، والسلام عليكم.